السلام عليكم، هلا وحبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا رب علينا وعليكم يا الله. اليوم جينا هاي الصبحية قلت شو أسوي غدا، وطلعت البانية البارحة سوقنا، هذا طبعا نص كيلو بانية، غسلته غسلة زينة لأن بيه شوية أسود وهاي السودة تصير بيه، وخليت له ملح وغسلته غسلة زينة بعد. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا رب. والله مشتاقة لكم، وتدرون بيه لأن انتم ما تشجعون فأني ما أنزل فيديوهات، ما عندي واهس، وبنفس الوقت ما أحبكم، ما أريد أخسركم، وأهلا وسهلا مشتركين الجدد، وإن شاء الله تستفادون من هاي القناة البسيطة اللي أحاول أنزل بيها كل شي يفيدكم. شوفوا لي هذا التمن همين طبخته، أكيد ما تحلى البانية ومرقة البانية إلا ويا التمن الأبيض. وحبايبي إن شاء الله تستفادون من هاي القناة، وإن شاء الله أي شي استفاد منه بحياتي اليومية أني أنزله لكم. وشوفوا لي البانية شلون صارت. وطبعا هنا خليت هذا المنسف، وخليت شو يسمونه، منسف والله ما أدري، هو معون كبير يصير مسطح، نسوي التشريب، أخلي بيه تمن، هو للتشاريب مسويته. وطبعا بالبانية أنا ما أحب إلا أخلي هيجي خبزة وأنقعها مرقة، وبعدين أخلي التمن. طبعا كلش طيبة وشهي هاي البانية. وشوفوا لي التمن شلون حلو يخبل. طبعا هذا تمن الحصة، لأن صار لي فترة أطبخ من يمه، تقريبا صار لي 5 مرات طبخت من يمه، لأن تعرفون نهاية الشهر وهاي الهوسة، ما حد جايب لي تمن بسمتي. وشوفوا شلون تمن يخبل. طبعا أغسله مرة واحدة وأخلي دهن وأطبقه، يعني ما أغسله شلون مرة واحدة، لا أغسله غسلة زينة وما أنقعه، رأسة أخليه بالدهن وأطبقه تطبيق، وأخلي شوية جوا شوية بصل. وشوفوا لي الأكل، إن شاء الله سهمنا وسهمكم ألف عافية. وأكيد مرقة البانية ما تحلى إلا ويا الريحان والطرشي، هذا مال الخيار سويته. وشوفوا سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. هنا قلنا خلينا نوزع للأطفال عصير ونستله، خلينا بكل كيس وطلعت الأطفال بثواب أبو عبد الله يوزعوه بالشارع، وهنا وزعناه، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم الطاعات يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وبس شنو ما طلعت تصوير لما ما قدرت أطلع برا بالشارع أصور، هو خليته بسلة إلهم وهم طلعوا ونعلمهم على طقوس الدينية. وهنا بالليل طلعنا طلعة حلوة. وشوفوا لي هذا الجسر اللي عندنا شلون حلو، ومن صعدنا يعني فد شي كلش كلش حلو. وطبعا هنا احنا رايحين البيت أهلي، لأنهم يخابرون بينا يلا تعالوا مشتاقين للأطفال تعالوا، وأختي همينة مسويت لكم مفاجأة. طبعا هاي هنا تخابر بينا تعالوا مسويت لكم مفاجأة. قلنا يلا همينة شوية خلنا نطلع نغير جو شوية، هم نشوفهم، صار لنا تقريبا هواية ما رايحين لهم، 2 3 وعلى الرغم هم كلش قريبين يمنا وما رايحين لهم، بعد هي ظروف الحياة هاي، وأطفال وهوسة البيت وهوسة الخياط، فما رايحين لهم. طبعا ما منزلة فصالات أصلا ما جاي أستقبل أي فصالات، لأن ببالي مشروع وإن شاء الله أسويه وأكيد أخبركم بيه. وهنا وصلنا على بيت أهلي، وشوفوا هي هاي المفاجأة، خلية النحل حسبالنا هاي الشوكولاتة، شوكولاتة دبي ما أدري شو اسمها، هسه حسبالنا هي كل بالنا هي مشتريتها إلنا أو مسويتها إلنا، طلعت خلية النحل هاي، بس همينة عاشت إيدها إن شاء الله يا رب، همينة أطفالي كلش يحبوها، وإن شاء الله نقول لها ألف مبارك التخرج ولو متأخرين هسه إحنا
بس ما يخالف حتى نشجعها حتى نسوي لها حماس ونسوي لنا أكلات دائمًا. والله هاي من غير الأكلات اللي تخليها إنه من قد ما تحب أطفالي يعني الله يحفظها ويفرحها إن شاء الله بالتعيين يا رب العالمين يا الله. وأكيد اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوها شلون طيبة وتخبل. وأكيد بقينا شوية يعني تقريبا ل12 هيجي ورجعنا عالبيت ونمنا. وهنا قعدت العصر. هاي قعدت العصرية ثاني يوم، قعدت العصرية لأن عندي شغل. فقعدت من النوم العصر. لا أكيد نمنا وقعدنا وتغدينا. هاي ثاني يوم العصر نمنا الظهرية نقعد العصر أكيد. شوي قلت خل أصحصح، أريد أصحصح أجي من النوم. شايفين واحد من يقعد من النوم شلون دايخ وتعبان. أجي من النوم أرجع من النوم بعدين إيش قلت خل أسوي قهوة بلكت أصحصح شوية. والله وسويت هاي القهوة وإن شاء الله سهمنا وسهمكم ألف عافية. وشلون قهوة تخبل إن شاء الله سهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب. هنا عاد بسطت وقعدت. أني طبعا من الصبح مسوية الحشوة مال الكبة. والظهرية طبخت التمن وأني أغسل مواعين الغدا. طبخت التمن وطفيته ورحت نمت. وهاي العصرية قعدت من بعد ما شربت القهوة قعدت ألف لكم بهاي الكبة. شوية أتأخر باللف يعني مو كلش سريعة، أتأخر. وهاي الكبة مالتي. أكيد إحنا شلون شقلكم إحنا نحب الكبة. وشوفوا لي هذا الحشو، هذا الحشو سويته بصدر الدجاج كلش شلون كلش طيب يطلع. ثرمت الصدر مال الدجاج وبصل وكرفس وخليت البهارات مال الكبة أكيد اللي أني أسويها. طبعا هي الكبة تصير عادي وصير للبرياني ما بيها كل إشكال. وخليت هيل أكيد وياها. وشوفوا لي التمن مال الكبة خل أحكي لكم بعد عليه. أكيد إنتن كلكن شاطرات ونادرات وتعرفن بهاي السوالف بس خل أفيدكم شوية. هذا التمن تمن الحصة أو الوجبة شنو تسموه أو الحصة التومينية إيش تسموه سموه. المهم هو هذا اللي يعطونا إياه. كضيته سويت له غسلته ونقعته وأمرده بإيدي. هنقع تقريبا نص ساعة هيك ساعة. كل ما تنقع أكثر أحسن ينمرد بالكبة. وأمرده بيدي وأرجع أخليه على النار. تعرفون الكبة وتعرفون القياسات بعد إنتو. ويظل كل ما أحسه محتاج شوية أضيف له ماي. كل ما أحسه محتاج شوية ماي أحسه قوي مو لين أضيف له شوية ماي لحد ما تصير العجينة طرية بإيدي. هاي هي بعد أكظه وأقبقه وهمين أعوفه منه لما يبرد. أنا هاي طريقتي. يلا أجي أعجنه وأسوي له الكبة حتى شوية أرتاح بيه أحسن. وشوفوا لي إياه الكبة تخبل طلعت. وهاش ضفت وياه بودرة الزعفران. هاي شوية سوته أصفر كلش. وضفت وياه هاي المطحون بس. ولا خليت بوتيته هالمرة ولا جبت تمن عنبر. أكيد بالتمن العنبر تطلع كلش طيبة بس ما كان متوفر عندي. سويت هاي الطريقة وإن شاء الله سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. اللهم اشبع كل جوعان يا رب العالمين يا الله. وسدد دين كل مديون يا الله. وسهل أمور جميع المسلمين يا رب العالمين يا الله. طبعا أني أسوي بها وأدعي يا رب العالمين لا تخلي واحد بضيقه. وشافي كل مريض. هاي أهم شي. شافي كل مريض. ماكو أحسن من الصحة والعافية. وطي كل مريض الصحة والعافية يا الله. وإن شاء الله يا رب
يسهل أمورنا وأموركم وأمور المسلمين والمسلمات يا رب. هنا نصلي على محمد، وإذا وصلت لنهاية الفيديو اضغطوا لايك واشتراك بالقناة، وإن شاء الله يا رب تستفادون منها. وأقول أهلا وسهلا بالمشتركين الجدد، والله فرحتوني من وصلتوني لهذا العدد 2000، كلش فرحت وأفتخر بيكم وأتباهى بيكم. ولهنا انتهى الفيديو مالتنا، ونقول مع السلامة، وإن شاء الله أشوفكم فيديو لاخر على خير وعافية وبركة يا رب. مع السلامة، باي باي.